بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، حياكم الله جميعا. حياك الله أخي الكريم، بارك الله فيك. احنا نريد أن نتحاور في هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى الإخوة تكتمل عندهم الصورة جميعا في هذا الحديث. لعل عندك علم تفيدنا به نحن لا نعلم. في هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا على غير منهاج النبوة، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون ملكا جبريا على غير منهاج النبوة، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل لنتحاور في هذا الحديث. فلو عند حضرتك علم بين لنا كيف يؤخذ من هذا الحديث أن الخليفة خليفة المسلمين، ودولة الخلافة هي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، والخليفة هو أبو بكر البغدادي. بين لنا هذا، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله فيكم أخواني، وحياكم الله جميعا، وهداني وإياكم إلى طريق الحق، ورزقنا اتباعه، اللهم آمين اللهم آمين. يا شيخ، الحديث والحمد لله، الحديث يتحدث عن نبوة، وتنقلب النبوة ثم تنقلب النبوة إلى خلافة. هكذا يتحدث الحديث كما فسره العلماء، لكن والله أعلم أن الحديث كما قالت الدولة الإسلامية أنه ينطبق على دولة الخلافة في هذا اليوم، التي ما تسمى بدولة الخلافة هذا اليوم. فالله أعلم أن هذه الدولة هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عنها، كما يعتقدون هم جنود الدولة الإسلامية، يعتقدون ويقولون أن الدولة هي التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الخلافة هي التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الملك الجبري. وكما قلت أنت يا شيخ، أنها ثم تعني انقلاب الملك الجبري إلى خلافة. طيب يا أستاذ الكريم، حياك الله. أنا أريد أن أستوضح منك، حياك الله وبارك الله فيك، كيف تنقلب النبوة إلى خلافة، وكيف ينقلب الملك الجبري إلى خلافة. أنت بهذا الكلام أنا أريد فقط أن أقول لك: هل الله سبحانه وتعالى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ النبوة وقلبها إلى خلافة، أم أن الله سبحانه وتعالى رفع النبوة بموت النبي ثم آتى أو أعطى الخلافة بعد ذلك لأبي بكر، فكانت الخلافة إعطاء غير النبوة؟ كيف تنقلب النبوة إلى خلافة؟ كيف تنقلب النبوة إلى خلافة؟ لو قلت بهذا الكلام لأصبحت النبوة تنقلب إلى خلافة، ثم تنقلب الخلافة إلى ملك عضوض، ثم تنقلب من ملك عضوض إلى ملك جبري، ثم تنقلب من ملك جبري إلى خلافة، فتكون مرحلة النبوة قد مرت بملك عضوض وملك جبري. كيف تنقلب النبوة، وبعدين في الآخر بتقول لي تنقلب أو ينقلب الملك الجبري إلى خلافة؟ هذا طعن في الخلافة وطعن في أبو بكر البغدادي. لو كان أبو بكر البغدادي والخليفة، ولو كان تنظيم الدولة هم دولة الخلافة، هذا طعن فيهم، إذ أنك تقول إن هذا الملك الجبري هو الذي ينقلب إلى خلافة. يبقى إذن الملك الجبري برموز اللي موجودين وحكام اللي موجودين ينقلبون إلى خلافة، بينما أنا أحدثك عن خليفة سيأتي بعد انتهاء الملك الجبري. فتفضل وضح هذا الكلام، كيف تقول بهذا الكلام الغريب العجيب الذي ما سمعت به سالفا؟
تفضل. ما هو دليلك على أن النبوة انقلبت إلى خلافة؟ وما هو دليلك على أن الملك الجبري ينقلب إلى خلافة؟ ولو كان ذلك كذلك يبقى إذن أبو بكر البغدادي ليس هو الخليفة. اتفضل يا شيخ. أعتبر أنا الكلام أعتبر تنتقل. طيب أنت الآن اعتذرت وقلت تنتقل، يعني تنتقل النبوة إلى خلافة. برضو نفس القصة، كيف تنتقل النبوة إلى خلافة؟ كيف تنتقل النبوة إلى الخلافة وتنتقل الخلافة إلى ملك عضوض؟ كيف تنتقل؟ الخلافة لا تنتقل والنبوة لا تنتقل. والملك العضوض لو انتقل إلى جبر لكان عضوضا، والملك الجبري لو انتقل إلى خلافة لكانت الخلافة ملك جبري. يا أستاذ النبوة لو انتقلت إلى خلافة لكانت الخلافة نبوة، والخلافة لو انتقلت إلى ملك عضوض لكان الملك العضوض خلافة، والملك العضوض لو انتقل إلى ملك جبري لكان الملك الجبري ملك عضوض، والملك الجبري لو انتقل إلى خلافة لكانت الخلافة ملك جبري، ولأصبح أبو بكر البغدادي ليس هو الخليفة. نفس القصة يا أستاذ، نفس القصة. كيف تقول تنتقل؟ أنا أريد منك دليل على هذا الكلام الذي تقوله أنت. تفضل. شفت بقى يا أستاذ حضرتك مش بترد ليه؟ شفت حضرتك مش بترد ازاي؟ أنا سبت اللاقط الآن مدة زمنية طويلة وأنت لم ترد علي. لماذا لم ترد علي؟ لأن أنت مخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لم يقل بانتقال النبوة إلى خلافة، والخلافة إلى ملك عاض، والملك العاض إلى جبري، والجبر إلى خلافة. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لو التزمنا بكلام النبي لاسترحنا وأرحنا الدنيا كلها من هذا الكلام والضجيج الذي نحدثه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن النبوة تنتقل إلى خلافة، ولكن قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله. ما قالش ثم تنتقل، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله. ما قالش ثم تنتقل إلى ملك عاض ثم يكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه. ما قالش ثم ينتقل إلى ملك جبري ثم يكون ملكا جبريا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه. ما قالش ينتقل إلى خلافة، قال ثم تكون خلافة. شوف يا أستاذ إن أنتوا لو التزمتوا بكلام النبي وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم لاسترحتم وأرحتم العباد. تفضل يا أستاذي، ما هو دليلك على أن هذه المراحل تنتقل ولا ترفع؟ تفضل. السلام عليكم يا شيخ. ثم معنى كلامي تنقلب أو تنتقل معنى أن تكون الخلافة، أن تكون الإمارة أو الملك، الحكم الموجود تكون على منهاج النبوة ثم تكون. والله أنا يا شيخ أنا أقول لك عن كلام لست بعالم، أنا أتكلم لست بمكان عالم. والله ما سألتك أو ما دخلت على هذه الغرفة إلا للاستفادة منك ومعرفة الحديث وصحة يعني معنى الحديث. أنا أجاوبك لست بعالم، أنا أتكلم معك لست بعالم مثل حضرتك يعني. طيب يا أخ محمد، اسمح لي يا أبو عمر معلش. أخ محمد، الآن يعني أنت كنت موجود لما كان الأستاذ أنس يتكلم، والآن أنت تتكلم. هل صدقا بينك وبين نفسك هل استفدت أم ما زال عندك شبهات أن هذا الحديث يعني ليس صحيح، أو المراحل هذه اللي بتحدث عنها النبي هي ليست على أرض الواقع؟ يعني هل اقتنعت واستفدت أم لم تستفد ولم تقتنع؟ الله يبارك فيك حتى لا ندور على نفس القضية يعني مرة أخرى. والله يا بريم ربنا يبارك لك، أنا أريد أن الأخ محمد يكمل كلامه كاملا، ويا ريت ما حدش يقاطعه عشان نسمع منه كلامه إلى النهاية. تفضل يا أستاذ محمد رد على بريم
وأنا سأرد على كلامك الذي ذكرته آنفا. عادي يا أخي عادي، أنا أستفيد ولا زلت أستفيد لكي أجمع الاستفادة وأضعها في رأسي وأضعها قناعة يعني لا تنتهي. عرفت يا شيخ؟ أنا أستفيد منك ومن الأخ، وأحاول أن أستفيد بزيادة إلى آخر الحديث. عرفت يا شيخ؟ وهذا أريد أن تتحدث أنت معنى الحديث ومعنى ثم، وهل هذه الخلافة باطلة؟ هل هذه الخلافة باطلة؟ أنا أستفيد منك والله العظيم، إني لا أستفيد منك يا شيخ، أستفيد منك من الحديث الذي كان منذ قليل والذي سيجري بعد قليل. أنا أستفيد منك وأريد أن أستفيد بزيادة، وأن تتكلم معنى هذا الحديث بالكامل كما شرحته للأخ وتشرحه لي، ولو عذبتك يا شيخ يعني. لكن أريد أن أعرف وأعلم منك أن هذه الخلافة باطلة، أو من يلتحق بها فهو على غلط أو على غير صح. أفدني بارك الله فيك وجزاك الله كل خير، وارزقني وإياك الحق يا شيخنا يا كريم. طيب يا حبيبي الغالي محمد، ربنا يعزك ويرفع قدرك، وربنا يهديني وإياك إلى الحق وإلى الصواب وإلى الصراط المستقيم، اللهم آمين. شوف، صلى على رسول الله. أنا سأشرح لك الحديث الآن كلمة واحدة لو مخالفة لنص حديث النبي أنا سأشرحه بما تشرحه ألفاظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لأن كما تعلم يا حبيبنا الغالي إن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، يعني ما بيقولش كلام في الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول هكذا، إنما كما تعلم إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ماذا؟ بيقول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى فيه، تمام؟ إن هو إلا وحي يوحى، يعني وحي من الله سبحانه وتعالى، يوحى من الله سبحانه وتعالى. فالآن أنا سأعلق لك على الحديث بحسب ألفاظ الحديث ولن أزيد لفظا من عندي، بل أنا سأشرح الألفاظ بما تقول الألفاظ. شوف يا سيدي، النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، وقد كانت. صح يا أخ محمد؟ وقد كانت النبوة، كانت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. تمام كده؟ النبوة رفعت ولا ما اترفعتش؟ رفعت بماذا؟ رفعت بموت النبي عليه الصلاة والسلام. لأن خلاص مش ربنا سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ فخليك معايا يا أستاذ محمد، ركز معايا، لا تقبل إضافات من أحد، لأن أنا عارف إن الآن الدواعش ربما علموا إن أنت راجل عايز تتعلم وعايز تفهم، هيعودوا يبعتوا لك إضافات ويشغلونك على الخاص. خليك معايا وانتبه إلى الكلام جيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. يبقى إذن النبوة رفعت، فكانت بعد النبوة الخلافة. بقى بعد رفع النبوة جت الخلافة. هو أبو بكر الصديق كان خليفة والنبي موجود ولا بعد النبي ما مات؟ بعد النبي ما مات. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبوة ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة. وثم دي اللي هتيجي دي يا أخ محمد، ثم دي في اللغة العربية تفيد التراخي. يعني ايه تفيد التراخي؟ يعني أنا لو قلت جاء أيمن فمحمد، يبقى معنى كده إن هم جم مع بعض، مفيش مسافة ما بينهم. إنما لو قلت جاء أيمن ثم محمد، معنى كده إن محمد جاء بعد أيمن بفترة زمنية تقتضيها كلمة ثم. هذه في اللغة العربية تفيد التراخي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك ثم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله، تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. يعني بعد رفع النبوة وموت النبي تأتي الخلافة. وش هو ده اللي حصل؟ هو ده اللي حصل، تمام؟ ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون
ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. أهو زي ما ربنا رفع النبوة فجت بعدها الخلافة، كذلك ربنا يرفع الخلافة، ورفعت خلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم رفعت الخلافة وجاء بعد الخلافة الملك العضوض. ماشي يا أخ محمد؟ يعني ما ينفعش الملك العضوض يجي والخلافة موجودة، لأن ده يبقى طعن في الخلافة. إزاي يجي الملك العضوض والخليفة اللي على منهاج النبوة موجود؟ ما ينفعش، هذا ما ينفعش. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الخلافة: ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا. يبقى الملك العاض جاي بعد الايه؟ بعد الخلافة ما رفعت، الخلافة اللي هي على منهاج النبوة. فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون. الملك العاض ده بيكون فيكم ما شاء الله أن يكون. هو كمان شوف النبي كمان ما قالكش فيأتي الملك الجبري بقى والملك العض موجود، لا، قال لك ايه؟ قال لك عن الملك العضوض: ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه. يعني الملك العضوض يترفع وبعدين يجي بعده الملك الجبري. فلو الملك الجبري جه والملك العضوض شغال يبقى ده ملك عضوض مختلط بجبري. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم ما قالكش ثم يكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون فيكون ملكا جبريا؟ إنما حط لك ثم هنا وحط لك يرفعه الله. كلام النبي واضح وصريح. شوف خلي بالك معايا، صلي على حبيبك النبي يا أخ محمد. قال إيه؟ قال: ثم يكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون. ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه. وبعدين يا رسول الله ثم يكون ملكا جبريا. يبقى معنى كده إن المرحلتين مختلفتين ما يجوش مع بعض، وإلا ما كانش النبي فرق ما بينهم. قال لك ثم يكون ملكا جبريا في تجبر وحمل للناس بالقتل على الحكم بالعافية، خلاص. ثم يكون ملكا جبريا على تفرق بقى ما بين المسلمين والحاجات دي. ثم يكون ملكا جبريا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون. هل النبي قال فتأتي الخلافة؟ لا. أمال قال إيه؟ صلى على حبيبك النبي يا أخ محمد. أنا طولت عليك شوية بس أنا بحاول أختصر عشان أفهمك الحديث ألفاظه عاملة إزاي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يكون ملكا جبريا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه. يبقى معنى كده الخلافة اللي في الآخر دي اللي النبي بعد ما قال الملك الجبري قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، وسكت رسول الله. يبقى معنى كده ان الخلافة اللي في الآخر دي مش هتيجي والملك الجبري موجود، إنما هتيجي بنص كلام النبي بعد رفع الملك الجبري. أهو النبي اللي بيقول، مش أنا يا أخي. لو الأزهري اللي بيقول اضرب بكلامه عرض الحائط. النبي اللي بيقول أهو، بيقول: ثم يكون ملكا جبريا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، وسكت رسول الله. يبقى معنى كده الخلافة على منهاج النبوة مش هتيجي والملك الجبري موجود، إنما هتيجي بعد الرفع. فازاي بقى أبو بكر البغدادي يدعي الخلافة وما يسمون أنفسهم بتنظيم الدولة الإسلامية يدعون إن هم دولة الخلافة، والملك الجبري موجود الآن لم يرفع بعد؟ لأن الخلافة هتيجي بعد رفع الملك الجبري. يبقى إذن أبو بكر البغدادي ليس هو الخليفة، وتنظيم الدولة ما يسمون أنفسهم بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ليسوا هم دولة الخلافة، لأن الملك الجبري لم يرفع بعد، الذي ستأتي بعده الخلافة الإسلامية التي هي على منهاج النبوة. حياك الله. وصلك الآن شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه يا أستاذ محمد، تفضل يا غالي.
جزاك الله ألف خير يا شيخ، جزاك الله ألف خير. فهمت منك ما يكفي بإذن الله، والله فهمت منك ما يكفي، فسبحان الله العظيم. يعني حديث سبحان الله كما قلت كامل، وما قلته والله كامل بدون تنقيص ولا حرف، فجزاك الله ألف خير. لكن أنت وضحت لي بالكامل، ولو زدت عليك شوية يا شيخ. معنى الحديث أن هذه الخلافة باطلة، وأنا اقتنعت منك أن معنى الحديث يقول أن هذه الخلافة باطلة إن لم يزال يعني الملك الجبري فلن تكون خلافة. فهل يا شيخ معنى كما قلت أنه سيزال الملك الجبري وبعدها تكون خلافة، هل هذا ما فهمته منك بإذن الله؟ ربنا يعزك ويرفع قدرك يا أخي الحبيب. قبل ما أجاوبك على سؤالك، والله يا أخي الحبيب أنا لا أريد لنفسي ولك إلا الهداية. أنا ما أعرفكش ولا أنت تعرفني، أنا أتكلم من وراء لاقط وأنت تتكلم من وراء لاقط، لكنني ما أردت إلا أن يهديني الله وأن يهديك الله سبحانه وتعالى إلى صراط مستقيم. وأنا عايز منك حاجة؟ ويا أخوانا إحنا مثلا طلبنا من أي حد عشان ندعوه إلى الله يدفع لنا فلوس ولا يعمل لنا أي حاجة؟ والله ما نريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وإحنا يا أخي الكريم محمد أنت ما عندكش إلا روح واحدة، يا تطلع تروح الجنة يا تطلع تروح النار، صح ولا لأ؟ هل أنت عندك مثلا أكتر من روح؟ هل في حد عمرك سمعت عن حد إلا طبعا ما جاء في معجزات بعض الأنبياء، عمرك سمعت عن حد مات ورجع إلى الدنيا مرة أخرى وعاش معاك كده وقعد معاك وقعد مش عارف يحدثك يقول لك أحسن أنا جالي الملكين في القبر ويعملوا كذا وقالوا كذا ومش عارف إيه؟ عمرك سمعت عمرك شفت الكلام ده؟ اللي بيموت ما بيرجعش، خلاص. والموت النهاردة بيأتي فجأة يا أخي الحبيب محمد. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. انتهت القضية. فأنت وأنا كل واحد فينا عنده روح واحدة بس، يا تطلع تروح الجنة يا تطلع تروح النار. وإحنا بصراحة هل أنت مستعد أن تطلع تروح النار؟ أنت عايز كده؟ لا أنت عايز كده ولا أنا عايز كده، ولا ربنا سبحانه وتعالى يريد منك هذا. لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والشهوات دي بقى سواء كانت شهوة شبهة ولا شهوة نساء ولا شهوة أموال، أي شهوات بقى، أي شهوات، ولا شهوة كذب على الدين وكذب على الله ورسوله، أي شهوات. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، مش ميلا هينا، لا عظيما والعياذ بالله. فأي نعم يا أخي الحبيب محمد، الخلافة التي ستكون على منهاج النبوة مش هتيجي والملك الجبري موجود. ده كلام النبي مش كلامي. هو النبي صلى الله عليه وسلم، مش أنا شرحت لك يا حبيبنا محمد إن النبي صلى الله عليه وسلم هو مش أوتي جوامع الكلم؟ قال فضلت على الأنبياء ب6، ومن ضمنهم كما جاء في الحديث الصحيح وأوتيت جوامع الكلم. النبي بيقولش كلام كده وخلاص. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ثم يكون ملكا جبريا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله، خلي بالك، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه ثم تكون خلافة. يبقى معنى كده الخلافة هتيجي بعد ايه؟ بعد الرفع. كلام النبي هو واضح وصريح يا أخي الحبيب محمد. يبقى الخلافة هتيجي بعد هذا الرفع. الملك الجبري هذا لن يكون موجودا. بعض أهل العلم بقى بيتكلم بيقول لن يكون أصلا المسلمين سيكونون في تفرق وفي تشرذم بلا حكام. مش هيكون في أصلا لا ملك جبري ولا في أي حاجة خالص، لا هيكون في حكام أصلا يعني. تمام؟ هيكون المسلمين في حالة تشرذم وتفرق
وفي حالة اقتتال فيما بينهم وتشرذم وتفرق، ولذلك يظهر المهدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على حين تفرق بين المسلمين وتشرذم وقتال بينهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هذه الفترة مش هيكون فيها أصلا حكم جبري، هيكون رفع ثم يأتي بعد ذلك المهدي ويبايع في الحرم خليفة على المسلمين، وتأتي الخلافة الإسلامية التي هي على منهج النبوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن يكون بعده خلفاء، ثم يكون أمراء، ثم يكون بعد ذلك ملوكا، ثم يأتي بعد ذلك رجل من أهل بيتي. شوف النبي بيقول ايه؟ من أهل بيتي، اللي هو المهدي بقى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: المهدي رجل من أهل بيتي يصلحه الله في ليلة واحدة. تمام؟ فهذه الخلافة اللي هتكون في آخر الزمان يا أخي الكريم، اللي في آخر الحديث، هذه هي خلافة المهدي اللي هو محمد ابن عبد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، خلقه كخلقي وخلقه ليست كخلقي. النبي اللي قال عنه كده هو، هذا هو الذي سيكون المراد به الخلافة هذه اللي هي على منهاج النبوة التي هي في آخر الزمان، هو هذا المهدي المراد به هذه الخلافة. يبقى إذن هذه الخلافة هي خلافة المهدي رضي الله عنه وارضاه، الذي هو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يصلحه الله عز وجل في ليلة واحدة ويقود الأمة في آخر الزمان، وتكون هذه هي الخلافة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو كلام علماء أهل السنة والجماعة. يا أخي الكريم محمد، حياك الله، بارك الله فيك، وربنا يهديني وإياك إلى صراط مستقيم. السلام عليكم. بارك الله فيك شيخنا الحبيب، وجزاك الله ألف خير، والله العظيم أن كلامك على راسي، وأشكرك على هذه الجلسة التي جلست فيها معك، وبارك الله فيك أنت والأخ أبو ريم، وجزاكم الله ألف خير، ورزقني وإياكم الله جنة عرضها السماوات والأرض، وبارك الله فيكم. نكمل إن شاء الله لأن الجوال عندي حيطفي بإذن الله. لدي سؤال للشيخ بإذن الله بكرة وأكمله معه. حياك الله أخي الحبيب محمد، أنا تحت أمرك في أي وقت، وربنا يعزك ويرفع قدرك، وربنا سبحانه وتعالى يرينا وإياك الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا وإياك الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. إن الله عز وجل هو ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أنت يا أستاذي محمد الغالي، أنت رجل باحث عن الحق فيما يظهر منك، نحسبك والله حسيبك، لأن يا أخوانا الباحث عن الحق معروف في كلماته، والباحث عن الباطل الذي لا يريد أن يعرف الحق حتى لو عرفت الحق معروف من كلماته. يعني الأستاذ محمد دخل في بداية الأمر، كنا نريد أن نتناقش أنا وهو، فلما وجد أن هذا الكلام هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الأستاذ محمد لم يعني يتكبر أو لم يقل كيف أكون أنا هكذا، ولم يرفض كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل الرجل قال أنا اقتنعت بهذا الكلام وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنصف الرجل في كلامه. وهكذا طالب الحق، طالب الحق دايما بتلاقيه منصف في كلامه، تجد طالب الحق منصفا في كلامه، منصفا في حواره، منصفا حتى في طريقة كلامه وفي الحروف التي يخرجها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه. والله يا أخي الحبيب محمد، أنا أحببتك في الله، لأن الذي أرى منه أنه يبحث عن الحق ولا يرفض كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعارض كلام النبي بعقله، هذا حري بي أن أحمل حذاءه فوق رأسي. والله أحمل حذاءه فوق رأسي، لأنه لا يعارض كلام النبي لا بعقله ولا بكلام فلان ولا بكلام علان، وإنما هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. فجزاك الله خيرا، وأعانك الله، وهداك الله،
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك الجنة، وأن يجعلك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بارك الله فيك يا غالي، وربنا يعزك ويرفع قدرك، وأنا تحت أمرك في أي وقت تسأل ما تريد، ويعني تشرف وتنور في أي وقت يا غالي. حياك الله. جزاك الله ألف خير يا شيخ، وبارك الله فيك، وأحسن الله خاتمتي وخاتمتك. ووالله من لا يرضى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو والحكم عندك يا شيخ بأنه لا يرضى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعرض عليه الدليل والحجة ويقول لا فهو بإذن الله ليس من المسلمين وليس من أحباب محمد صلى الله عليه وسلم. وجزاك الله ألف خير، وبارك الله فيك، وهداني وإياك للحق، وأحبك الله الذي أحببتني فيه، وجمعني وإياك في جنة الفردوس، وجمعني وإياك في جنة عرضها السماوات والأرض. بارك الله فيك يا شيخ. طيب حياكم الله جميعا، تدعوا لبعض. طيب ادعوا لنا معكم يا شباب. آمين آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.